الفيديو ده هشرح موضوع عامل قلق لناس كتير جدا وشاغل ناس كتير جدا حتى على الفيس، وهو ازاي تعمل تيستنج بشكل صح في اعلانات فيسبوك في 2026. تمام. الموضوع ده شاغل ناس كتير جدا، فانا ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هخليك التيستنج ده ما يقفش معاك في اي حاجه، وتكون عارف كل التفاصيل اللي تخصه. فقبل ما نبتدي، لو انت ما تعرفنيش، فانا كرولوس، شغال في التسويق بقالي 3 سنين، اشتغلت مع براندات كتير جدا في مصر والخليج. فلو انت عندك براند او صاحب بيزنس ومهتم بالتسويق او الميديا باينج، فانصحك تشترك في القناه، لان المحتوى اللي انا بنزله هيفيدك. ده غير ان انا عامل كورس من الصفر للمبتدئين بيشرح التسويق. اول حاجه في التستنج، انت هنا عايزين نعرف انت عايز تعمل تيست لايه بالظبط. دي اول نقطه لازم تكون عارفها وعامل حسابها. انت عايز تعمل تيست لايه بالظبط؟ تمام. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل عليها تيست؟ حاجات كتير جدا. ممكن عندك اللاند بيج، عندك السعر، عندك الكرييتيف، عندك المنتج نفسه، عندك الاوفر. كل حاجه في الدنيا في الميديا باينج لازم يتعمل لها تيست. تمام. اي حاجه في الميديا باينج واي حاجه في المنتج لازم يتعمل لها تيست. هو الميديا باينج اصلا قايم على فكره اللي هو التيستنج والسكيلينج. انت بتعمل تيست، الحاجه اللي بتنجح معاك بتعمل لها سكيلينج. تمام. فهنقول ان في البدايه خالص، اول حاجه خالص، انت لو عايز تعمل تيست فانت لازم تعمل تيست على المنتج نفسه. تمام. او عندك مثلا حبه منتجات، عدد من المنتجات عايز تعمل لهم تيست. طب هتعمل تيست للمنتجات دي ازاي بالظبط؟ ايه الطريقه اللي تبدا تعمل بيها تيست للمنتجات دي؟ احنا هنعمل الطريقه دي، هنعمل كامبين واحده هتكون سي بي او. تمام. ازاي؟ كل ده انا هشرحه عملي، بس دلوقتي انا بديك بس بعرفك انا هعمل ايه. هنعمل كامبين واحده سي بي او. تمام. هيكون فيها كل منتج في اد ست او مجموعه اعلانيه، وكل كل اد ست تحتها 3 ادز. تمام. هنبدا نشرح ده بشكل عملي، وانا بشرح الكلام ده بشكل عملي هبدا اقول لك ليه انا عملت كده، عشان برضه لازم يكون عندك الفكر او المايند سيت. تمام. فاحنا هندوس هنا كرييت، هدوس سيلز. ده لو احنا بنعمل الكلام ده بعمله على حملات الكونفرجن، بتكلم في حملات الكونفرجن. في الحملات الرسائل ليها موضوع تاني خالص اللي بعمله فيديو. انا حاليا بشرح الحملات الكونفرجن بس، او حملات اللي هي المبيعات بتاعه الويب سايت. تمام. انا هختار هنا سيلز وهدوس كونتينيو. ازاي اخلي الكامبين دي سي بي او؟ باجي عند هنا البادجت، لو دي معموله اد سيت بادجت، لا بخليها كامبين بادجت. تمام. طب بحط لها كام هنا؟ طب هحط للكامبين دي بادجت كام؟ انا عن نفسي، لو انا على حسب المنتجات اللي انا هتستهم، انا بحب ادي لكل منتج. يعني مثلا انت شوف هتحط كام اد سيت او كام مجموعه اعلانيه بتدي فيها منتجات، وادي لكل واحده، يعني اعمل حساب كل واحده في 50% من سعر المنتج بتاعها. على سبيل المثال انا هقول ان ده منتج، دي اد ست دي، يعني ده منتج. تمام. الاد ست دي المنتج اللي فيها ب 1000 جنيه، فانا هعمل حسابي هنا على 500 جنيه. يعني انا كده معايا اول 500 جنيه. الاد ست اللي بعد، انا مثلا هقول ان انا عندي 3 منتجات. تمام. هعمل 3 اد ست، 3 اد ست. حلو. وهندوس دوبليكيت، يبقى انا كده معايا 3 منتجات. كل منتج من دول هنقول ان هو سعره 1000 جنيه، فانا هدي 50% من سعر المنتج اللي هو كام؟ اللي هو 500 جنيه. فانا هحط للكامبين دي 1500 جنيه. حلو. تمام. هاجي بقى لنقطه مهمه تانية. ثواني هخليها كلها، لازم اخلي دي كلها طبعا كونفرجن. طبعا انت لو بتشتغل حملات كونفرجن تبقى فاهم اللي انا بعمله. دي ما ينفعش تكون ويب سايت، ما ينفعش تكون رسائل، لازم تكون كونفرجن. حلو. نيجي بقى لموضوع البادجت. زي ما انا عملت، انا حطيت 1500 جنيه. ليه حطيت 1500 جنيه؟ عشان هنقول ان كل منتج من الاسيت اللي انا حاططها دي ده سعره 1000 جنيه، فانا حاطط 500 جنيه لكل منتج. 500 في 3 بكام؟ ب 1500، فانا حاطط هنا 1500. هاجي النقطه ثانيه هنا مهمه، تحط لنا تارجت سعر 1000 سي بي ام، اللي هو 1000 امبريشن. تمام. احنا هنقول مثلا 1000 امبريشن عندنا بيجي لنا. طبعا الكلام ده انت الداتا دي كلها تكون عندك على الحساب الاعلاني، فانت المفروض تبقى عارف الكلام ده. هنقول مثلا ان احنا هنا هنحط لنا ال 1000 سي بي ام بيجي لنا ب 150 جنيه. انت كتر برضه، خليه مثلا 200 جنيه عشان يكون في اريحيه. طب ليه انا بحط هنا سبيندنج ليميت؟ ليه بحط ده؟ عشان خاطر يكون في فرصه ان الكامبين دي او الاد ست دي تصرف 1000، يعني تظهر ال 1000 واحد. فاما تظهر ال 1000 واحد انا هنا هقدر احكم عليها هل هي كويسه ولا لا. تمام. ماشي. فانا هنا حطيت لكل منتج او اد ست كام؟ 200 جنيه. هو هيصرف ال 200 جنيه دي لو المنتج ده اشتغل وكان جاب نتائج، فباقي البادجت اللي هي 1500 جنيه هيصرفها بالتساوي على الاد ست اللي شغاله او المجموعات الاعلانيه اللي شغاله. تمام. انا عامل فيديوهات طبعا، يعني لو انت مبتدئ ومش فاهم الكلام اللي انا بقوله دي، انا عامل فيديوهات، عامل كورس كامل بشرح فيه كل ده. انت لو اتفرجت على كورس هتكون فاهم كل الكلام ده. هتلاقي الكورس في الاي فوق، يا ريت تدخل تتفرج على كل الفيديوهات القديمه عشان تبقى فاهم اللي انا بقوله. تمام. احنا قلنا زي ما انا قلت لك، دي الطريقه اللي احنا هنتست بيها المنتج. كل منتج في مجموعه اعلانيه، وكل واحد المفروض نعمله 3 اعلانات. تمام.
هنعمل دوبليكيت للاعلان ده، فهنا المفروض يبقى فيه 3 اعلانات. فانت هنا هتعمل ايه بقى؟ انت بقى خلاص هتدخل على كل اعلان من دول وتحط المفروض فيه فيديوهين وصوره، تحط او على حسب ما انت عايز يعني. ده انا بشتغل بيه لنفسي. لو انت عندك شايف ممكن تعمل حاجه غير كده اعملها. تمام. هتدخل على كل اعلان من دول، هتحط هنا يا فيديو يا صوره، وتثبت لي النص، تثبت لي النص الاعلاني، تثبت لي الكوبي. انت بس تغير لي في الفيديوهات والايه صور. ده الكلام ده تعمله في كل ايه، في كل مجموعه اعلانيه من دول. حلو الكلام. فانت كده ان شاء الله باذن الله هيطلع عندك منتج من دول شغال. طب في ماذا بعد؟ نعمل ايه بعد كده؟ هتاخد المنتج الشغال ده، هتاخد لي المنتج اللي اشتغل ده وتبدا تتستري الكرياتيف بتاعته اللي هي الصور او الفيديو. تمام. الصور او الفيديو هتبدا تست انهي الاحسن او انهي شغال احسن. طب هتست دي ازاي؟ هتعمل كامبين تانية، كامبين تانية يكون سي بي او برضه زي الاولانيه اللي احنا عملناها اللي احنا تستنا بيها المنتج، ولكن المره دي هتست بيها الفيديو. مش عايز، انا عايز كل اد ست اللي هي كل مجموعه اعلانيه من دول يكون فيها يا فيديو واحد يا صوره واحده، يعني تحتها من اخر اعلان واحد. تمام. هيكون تحتها اعلان واحد بس، وهتخليها لي بمبلغ قليل جدا. عايز تشتغل بيها دي في حالتي، عايز تشتغل بيها سي بي او اشتغل، عايز تشتغل بيها اي بي او اشتغل. انا عن نفسي برشح تشتغل بيها سي بي او. تمام. هتحط لي هنا مثلا كام البادجت، بتتحدد بناء عن ايه؟ هتحدد لي بناء على التارجت سي بي اي بتاعك انت. ايه هو السي بي اي؟ ايه هو السي بي اي؟ هو الكوست بير اكوزيشن، اللي هو السعر او التكلفه كام لكل اوردر هيجي لك. فاحنا هنقول على سبيل المثال ان احنا الاوردر بيجي لنا ب 50 جنيه. تمام. فانت هنا عايز هنتارجت كل واحده من دول، كل واحده من دول يكون يجي لي منها على الاقل اوردر واحد. فانا هنا هحط لها سبيندنج ليميت 50 جنيه. تمام. انا مش هحط واحده بقى، لا مش هحط 50 جنيه واحده، لا هحط مثلا 150 جنيه او 200 جنيه. تمام. عشان تصرف براحتها يعني. يوم ما جاليش بقى في خلال ال 200 جنيه دي اي اوردرات خالص، فانا اعرف كده ان دي الفيديو او الصوره اللي انا حاطه باتيستو ده مش شغال، مش نافع. تمام. فانا هنا الكامبين بقى كلها البادجت، لو انا هحط سي بي او بادجت، فانا هعمل حساب مثلا على ايه؟ على 200 400 مثلا، على حسب بقى الكريتيفز انا هعملها. او مثلا انا هتست 4 كريتيفز، فانا هحط هنا 800 جنيه. ليه؟ ان انا عامل لي على كل حساب عامل ان انا هتست كل كريتيف ب 200 جنيه، وهدخل هنا في السي بي او هعمل سبيندنج ليميت 200 جنيه. تمام. هو شغل الكامبين، الفيديو او الصوره اللي هيشتغل او اللي هينجح هو ده اللي ايه اللي هاخده، وهو ده اللي هيبقى وينر، وهبدا اسكيلنج عليه. ولو انت مش عارف ازاي تعمل سكيلنج، فانا هعمل فيديو ازاي نعمل سكيلنج. تمام. ان في كذا طريقه للسكيلنج، وانا هشرح لك ان شاء الله الطريقه اللي انا بشتغل بيها. دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها في التستنج. تمام. طب لو انت تشتغل سي بي اي بي او، لو تشتغل اي بي او هتخلي هنا اي بي او. تمام. وتدخل لي هنا تخلي لي كل كامبين من دول ب 200 جنيه، كل اد ست قصدي ب 200 جنيه من دول. نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، مش لازم 200 جنيه. الكلام ده انا بديك مثال، مش لازم 200 جنيه. انت هتشوف المنتج بتاعك بكام وبيجي لك الاوردر بكام، وتعمل نفس الطريقه اللي انا شرحتها لك قبل كده، اللي هي بتاعت انت بتشوف اللي عايز الاوردر عندك مثلا بيجي ب 50 جنيه، فانت تحط لي مثلا 3 اوردر بكام؟ ب 150 جنيه. انا عن نفسي بحب ازودها شويه، خليها مثلا 200 جنيه. تمام. انت بقى على حسب انت عايز تعمل ايه بالظبط، وهتبدا تشغل الكامبين اللي هتشوف الاد ست اللي نجحت. الست دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها يا صوره يا فيديو. تمام. ما تحطيش اكتر من كده عشان كل واحده تاخد حقها، ونعرف انهي الوينر بالظبط. ملحوظه مهمه جدا 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 في التستنج، لازم تثبت المتغيرات بتاعتك. بمعنى ما ينفعش في نفس الوقت تستلي منتج وتستلي اوفر وتستلي لاند بيج وتست ده كله. ليه؟ ان اللي هينجح معاك انت مش هتعرف انهي بالظبط اللي كان سبب نجاحه، لكن لما تثبت لي كل المتغيرات وتغير لي حاجه واحده بس، فاحنا هنعرف ان اللي نجح هو ده نجح عشان هو وينر او جايب مع الناس. تمام. لكن ما تغيرليش يعني مثلا ما ينفعش ابدا تستلي فيديو وتكون انت مغير لي النص بتاعه اللي هو اللي فوق، ومغير لي في نفس الثاني النص الثاني بتاع الفيديو الثاني اللي انت بتست عليه برضه يكون النص بتاعه مختلف. فانت لازم تثبت لي متغير عشان خاطر تعرف بالظبط انهي اللي نجح ونجح ليه. تمام. كده يبقى انا شرحت لك الطريقه اللي بنتست بيها المنتج، وشرحت لك الطريقه اللي بنتست بيها الكرييتيفز. تمام. نفس الكلام في الكوبيز، كرييتيف الوينر سواء الفيديو او الصوره من الكامبين اللي انت كنت بتست بيها كرييتيفز، وتعمل كامبين ثانيه تثبته في كل الكامبين، وتغير لي بس ايه الكوبيز. تمام. وتشغل بقى بنفس الطريقه بنفس كل اللي احنا شرحناه. انا اتمنى يكون الموضوع يكون بسيط ووصل لكم. لو ما وصلش الموضوع او حاسين او في حاجات انتم مش فاهمينها، ممكن تكتب لي في التعليقات هوضح لك برضو، او اعمل فيديوهات ثانيه اشرح فيها. هو ده الموضوع بكل بساطه وبكل اختصار، هو ده موضوع التستنج. تمام. فبكده يكون الفيديو خلص. لو عندك اي استفسار، وانا واثق ان في ناس مش هيكون واضح لها الموضوع بشكل كامل، فممكن تكتب لي في التعليقات او تبعت لي على الانستا او الفيس وانا هشرح لك. تمام. ولو انت فهمت يا ريت تكتب لي في التعليقات ان انت فهمت، عشان الناس التانيه اللي ما فهمتش تبقى ايه يعني حاسس ان في ناس تانيه فهمت، فيتشجعوا ويكملوا الفيديو وبس. فاتمنى انت تشترك في القناه وتشوف الفيديوهات اللي انا عاملها بتاعت الكورس لو انت مستواك مبتدئ، هتفيدك جدا.
واشوفكم في فيديو جديد. شكرا.